السلام عليكم. لو الاي بي اي بتاعتك شغاله تمام مع يوزر واحد، ايه اللي بيحصل لما 50 يوزر يدخلوا في نفس الوقت؟ ده بالظبط اللي البرفورمانس تيستنج بيجاوب عليه. في الحلقه دي هنشوف ازاي اي بي اي دوج بيخليك تعمل لود تيست كامل من غير ما تحتاج اي تول تاني. يلا بينا نبدا. البرفورمانس تيستنج هنا بنسال سؤال تاني: هل الاي بي اي دي هتفضل شغاله كويس لما 100 يوزرز هيستخدموها في نفس الوقت ولا لا؟ في البرفورمانس تيستنج بنقيس 3 حاجات اساسيه. اول حاجه الريسبونس تايم، الاي بي اي بتاعتك دي الريسبونس بتاعها في قد ايه. بعدين الثروبوت، ده هنا السيرفر بيعالج كام ريكوست في الثانيه. الايرور ريت، بتشوف بقى امتى هيبدا يظهر معاك الايرورز، بعد ضغط قد ايه او بعد كام كميه اليوزرز اللي هيبداوا يستخدموا الاي بي اي دي. معظم الناس اول ما تسمع كلمه performance testing بيفكر في الجي ميتر او تولز تانية زي الكي 6، بس الحاجات دي بتبقى تولز تانية، ستاب مختلف، بيئه انفيرومنت مختلفه، وهكذا. مش نفس المكان انت شغال عليه الاي بي اي بتاعتك تقدر تعمل فيه بيرفورمانس. خلينا نكون صريح، الجي ميتر تول قويه جدا جدا وبتعمل حاجات اي بي اي دوج ما بيعملهاش. بس لو انت عاوز تعمل لود تيست سريع على الاي بي اي بتاعتك من غير ما تفتح تول تانية وتبدا من الصفر، فاي بي اي دوج هنا بيوفر لك الوقت ده. اي بي اي دوج جاب البرفورمانس تيستنج جوه نفس الورك سبيس بتاعك، نفس التيست سيناريوز اللي اشتغلنا عليهم الحلقات اللي فاتت، تقدر تحولهم لبرفورمانس تيست بضغطه واحده. مفيش اكسبورت، مفيش جي ميتر فايلز، مفيش تعقيد. هنفتح اي بي اي دوج بتاعنا ونشوف هنا ده تيست سيناريو كنا عاملينه مع بعض، او حاجه انا عاملها فايند بيت باي اي دي. ده كده الفانكشنال تيست. طبعا لازم الاول نتاكد ان الفانكشنال شغال تمام، لان البرفورمانس تيست مش بيحل مشاكل الفانكشناليتي. كده اتاكدت ان الفانكشنال شغاله تمام، اروح بقى ايه، نشغل البرفورمانس. هنا جوه التست سيناريو بتاعك هتلاقي هنا في حاجه اسمها بيرفورمانس، هتدوس عليها هيظهر لك 3 حاجات هنا اساسيه. الفيرتشوال يوزرز، دول عدد اليوزر اللي انت عايزهم يشتغلوا في نفس الوقت. يعني لو عملت هنا مثلا 4، دول كده 4 يوزرز بس مش 4 ريكوست. تمام؟ يعني عندك ال4 يوزرز دول هيفضلوا يعملوا ريكوست لحد ما التايم بتاع التست ده يخلص. تاني حاجة التست ديوريشن، دي التوتال تايم او المدة الكلية للتست. الفيرتشوال يوزرز بقى اللي فوق ال4 دول هيفضلوا يبعتوا ريكوست. انت مثلا لو مثلا خليناها مثلا دقيقة، فال4 يوزرز هيفضلوا يبعتوا فايند بيت باي اي دي لمدة دقيقة. هيفضل كل ما يجيله ريسبونس يبعت تاني، كل ما يجيله ريسبونس يبعت واحد جديد. تالت حاجة الرامب اب ديوريشن. ايه هو الرامب اب ديوريشن ده الوقت اللي بقى دوج بياخده علشان يوصل العدد الكامل من الفيرتشوال يوزر في التست ده. يعني لو هو معمول دلوقتي 0، فكده كل ال4 يوزرز بتوعنا احنا حاطينهم بيبدأوا مع بعض في نفس اللحظة، مفيش فرق بينهم. يعني مثلا لو عملناها دقيقة، فكده هيبدأ بيوزر واحد، بالتدريج في خلال دقيقة بيوصل لعدد اليوزرز كلهم الكاملين. ده طبعا بيسيموليت الريل لايف سيتويشنز عشان مش كل الناس تدخل في نفس اللحظة في الابلكيشن بتاعك. فاحنا كده هنحط زي ما قلنا هنا 4، نخليها 1 minute، ونخلي الرامب اب ب0، خليه يبدأ ال4 كلهم ايه مرة واحدة، وادوس رن. هيبدأ يظهر لنا دلوقتي الريل تايم شارت، هيبقى فيه 4 خطوط دول زي ما يظهروا معانا. اللي عندك الاورنج ده الريكوست بالسكند، وعندك الازرق الافريج تايم ريسبونس تايم، وعندك الاحمر ده بتاع الايرور ريت، والجراي ده الرمادي ده عدد اليوزرز الفيرتشوال يوزرز بتوعك. طبعا هياخد الدقيقة اللي احنا كنا حاطينها بره. هنسرع دلوقتي الفيديو بعديها. كده لو التست خلص هيظهر لنا الداشبورد دي فيها 4 ارقام رئيسيين. الجدول اللي تحت ده هنا بيجيب لك كل ريكوست موجوده في تست سيناريو وايه اللي خدت الوقت والداشبورد بتاعتها. هنا التوتال ريكوست، ال4 يوزرز دول في الدقيقه عملوا 184 ريكوست طول الدقيقه، حسب التايم احنا حاطينه في التست سيناريو بتاعنا. الحاجه التانية الافريج ثروبوت، ده كام ريكوست الاي بي اي اتعمل له بروسيس في الثانيه الواحده. بعدين افريج ريسبونس تايم، ده الافريج بتاع الريسبونس تايم بتاع الاي بي اي طبعا طول وقت ايه التستنج، البرفورمانس تيست. بعدين الايرور،
دي بيطلع لك بالبرسنتج اللي زي ما انتم شايفين هنا صفر. ده بيقول لك كام البرسنتج بتاعت الريكوست اللي عملت فين عندك. لو الايرور بدأ يزيد مع زيادة اليوزرز، ده كده ان السيرفر بيوصل للليميت بتاعه. في حاجات تاني زي المينيمم ريسبونس، ده اقل وقت خده، والماكس ريسبونس تايم ده اكتر وقت خدته، ده كده اللي يعتبر السبايك. وفي 90% من الريسبونس التايم بتاعها كان 149. خد بالك من نقطة مهمة جدا، البرفورمانس تيست في باي دوج بيشتغل من جهازك. يعني لو جهازك عنده ليميت للكونكرنت ريكويست، التيست هيتأثر بيه. زي ما شفنا كده، اول ما دوست ران خدت شوية وقت عشان جهازي مثلا دلوقتي انا مستخدمه في حاجات تانية او بسجل عليه، فعقبال ما الجهاز ما تمام. في بقى كام نصيحة كده قبل ما تشغل برفورمانس تيست. اول حاجة اتأكد ان الفانكشن تيست شغال، تمام. بعدين ابدأ بعدد يوزرز قليلين، يعني بدأت الأول بأربعة خمسة عشرة، تأكد الدنيا معاك ماشية تمام. بعدين زود لحد ما توصل للود اللي انت محتاجه. جرب في انفايرمنت شبه البرودكشن عشان النتائج تكون واقعية. يعني ايه شبه البرودكشن؟ يعني مثلا الداتابيس بتاعت التستنج انت بتجرب عليها ما فيهاش داتا كتير، انما مثلا بتاعت البرودكشن هي فيها داتا اكتر، طبعا ده هيأثر. او سبيكس بتاعت السيرفر، مثلا رامات السيرفر بتاعت البرودكشن 36 لكن بتاعت التستنج 8، فاكيد ده مش هيدي زي ده. ده مع معلومات عامة يعني في جزء البرفورمانس تيست. ايه تاني؟ الايرور ريت برضو دايما تبقى طول عينك عليه. اخر حاجة، ما تشغلش برفورمانس تيست على البرودكشن من غير ما تكون متفق مع التيم بتاعك والناس عارفة ان انت هتشغل برفورمانس تيست على البرودكشن، لان ده ممكن يأثر على الريال يوزر اللي مشغلين ويوقف معاهم السيستم او يحصل لهم تهنيج شوية. نرجع تاني لباي دوج. في جزء هنا لو عندك تيست داتا زي ما اتعلمنا الحلقة اللي فاتت، وجيت مثلا اخترنا ده، لو اخترنا سي اس في او جيسون زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، يبقى يدوج بيديك خيارين. اول حاجه اوردر، بمعنى ان كل فيرتشوال يوزر هياخد الايه واحد واحد بالترتيب في السي اس في فايل بتاعك، او راندومايزد يعني هيبقى عشوائيه، كل يوزر هياخد من السي اس في رقم عشوائي، تمام. لكن خد بالك لو عندك عدد اليوزرز اكبر من عدد الروز، اليوزرز الزياده مش هيخش معاك في التست، تمام. بعد كده بعد كل ما تعمل ران هتلاقي هنا في التيست ريبورت، هتلاقي يبقى يدوج بيحفظ عندك الريبورت هنا. هتلاقي البرفورمانس ليه علامه مميزه غير الفانكشنال، دي احنا قلناها اول ما بدانا نتاكد الفانكشنال شغاله، دي هنا البرفورمانس عشان تبقى عارف الفرق بينهم. الخلاصه بتاعت الحلقه دي ان البرفورمانس تيستنج مش رفاهيه، ده جزء اساسي من اي تيستنج استراتيجي. وعشان يبقى يدوج حطه جوه نفس التول من غير ما تحتاج تتعلم اي تول تانية اضافيه او تعمل سيت اب كبير، بقى ما عندكش عذر انك ما تعملوش. لو الفيديو افادك سيب لي كومنت نتيجه اول برفورمانس تيست عملته، وشير الفيديو مع اصحابك المهتمين بالاي تيستنج. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.